السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا الحمد لله. النهاردة هنعمل اسهل واسرع مكرونة واحلى طعم مكرونة اكلتوه قبل كده، من غير ما نسلق مكرونة ولا نعمل صلصة ولا مواعين كتير. هتتعمل في 5 دقايق ومش هتاخد معاكم وقت خالص. اول حاجة هسمي بالله محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، لا يفضل الصلاة والسلام. وبعد كده هسمي بالله واجيب بصلاية صغيرة واحاول كده اقطعها قطع صغيرة، او لو حابة تفرميها في الكبة برضو براحتك، يعني اهم حاجة ان احنا نقطعها قطع صغيرة. كل الخضار اللي احنا هنستخدمه في المكرونة هنعمله بالشكل ده، عشان هي هيكون فيها كذا نوع من الخضار، وكمان هتخلي طعم المكرونة بتاعنا مختلف عن اللي بناكلها واحلى كمان. هجيب بقى طاسة، طبعا البوتاجاز مطفي. هجيب كوباية من المكرونة وحوالي ربع كوباية من البصل المفروم والفلفل الاخضر والطماطم، ولو عندك فلفل الوان ممكن تحطي. وهي هحط فص توم كده مدقوق كده، هديله ضغطة كده بالسكينة واحطه، واحط بقى الملح والفلفل والزعتر، وكمان هحط معلقتين من الصلصة وحوالي 3 معالق كبار من الزيت. وهجيب بقى كوباية من المية السخنة، هحط بقى كوباية من المية السخنة عليها. طبعا كله بيتحط فوق بعض كده، شايفين مفيش اسهل من كده. هولع عليه البوتاجاز، بعد ما تغلي غلوة هفضل اقلب زي ما انا عملت بالظبط. واول ما تغلي كده هوطي عليها واسيبها تستوي مع نفسها. ممكن تحتاج معاكم نص كوباية مية زي ما احتاجت معايا، يعني انا حطيت كوباية مية في الاول وبعد كده لقيتها محتاجة لسه هتطلعها نص كوباية. هي على حسب نوع المكرونة اللي انت هتستخدميها وكمان الكمية. بس خلاص خلصنا. شايفين جوعتي بالليل بقى، انتي او الولاد او في اي وقت ممكن تعمليها، مش بتاخد وقت خالص، وطعمها بصوا خطير. ممكن تضيفوا اي حاجة من اللي انا ضفتها، وممكن تستغنوا برضو عن اي حاجة. شايفين طعمها؟ ولو عندك اورجيانو، التوابل دي بتخلي طعم المكرونة حلو خالص. لو ما عندكيش ممكن تحطي الزعتر برضو هيخليها طعمها حلو. وشايفين من غير صلصة لونها كده حلو وطعمها، والخضار طبعا بقت هي كده ايه، وجبة متكاملة ومفيدة بكل الخضار اللي هي فيها. كان طعمها حلو خالص. اتمنى ان انتوا تجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.